المقابله دازت بجوهريه بديع. كان هناك استقبال حار وحفاوه كبيره من المسؤولين ديال النادي كوكب المراكشي، ودارت المباراه احسن ما يرام. ولكن بعد الخروج ديالنا من الملعب من بعد كيلومترات كاين بعض المحسوبين ديال الجمهور ديال المراكشي يرشقوا الحافله ديالنا اللي كتنقل الفريق بالحجاره، اللي تسببت في كسر واحد الزجاجات الجانبيين ديال الحافله. ولولا الطف الله لا كانت تكون بعض الاصابات بعض اللاعبين وبعض الطاقم المرافق للفريق. اذا سير رضوان الطنطاوي بعدا كتاكد لنا بان الحمد لله. وي كنتمناو ودائما وكنعاودوا نكرروا كنتمناو بحال هاد الاحداث ما تبقاش تعاود وما تكررش وكل شيء. هادشي اللي كنتمناو. سير رضوان الطنطاوي يمكن تاكد لنا بان الحمد لله ما كاينش اضرار. الحمد لله ما كاينش اضرار. كاين هو الزجاج الجانبي ديال الحافله كله تهرس جوج حتى ثلاثه الزجاجات الجانبيه الكبار تهرسوا ديال الحافله. الحمد لله على سلامتكم سي رضوان. كان هناك تدخل سريع ديال رجال الامن، وحنا دابا راه دخلنا في طريق السير ومتجهين نحو مدينه الدار البيضاء، وكنطلبوا باش نوصلوا بخير على خير البيوت ديالنا ان شاء الله باذن الله. الحمد لله على سلامتكم سي رضوان الطنطاوي. مرة أخرى les actes de vandalisme et des événements qu'on n'aimerait plus voir dans nos stades عاوتاني مرة أخرى كيطلعوا للواجهة، ومرة أخرى بعض المحسوبين على بعض المشجعين عاوتاني كيجيو وكيكسروا حافلة ديال الفريق الخصم. هادشي خصو ما يبقاش في الفرق ديالنا. الحمد لله فالأضرار هي مادية، والحمد لله ما قاستش لا اللاعبين لا المسيرين ديال فريق الرجاء البيضاوي.